وات ولا لو ما فهمت. تحية للجنود الإنسانية وخاصة في قطاع تحية عسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست هدرة وعبرة. حلقتنا اليوم تدور حول المجال التطوعي، وحاضر معنا سي فهمي مبروك الرئيس السابق للهيئة المحلية بالشابة وممثل عن منظمة الهلال الأحمر. عسلامة ومرحبا سي فهمي. عسلامة مرحبا. سبا الحمد لله الحمد لله. كما تعرف اليوم مجال حلقتنا حول العمل التطوعي. إذا أنت يعني عضو في الهلال الأحمر التونسي. أي عضو سابق في الهيئة المحلية بالشابة ومتطوعة ديما إن شاء الله. فما برشا عباد ما عندهمش خلفية تاريخية على الهلال الأحمر. هي الهلال الأحمر هو مندرج تحت الصليب الأحمر. هي بدأت الفكرة فما صارت حرب بين النمسا وفرنسا. مؤسس الحركة هذه اللي هو دراد هنري دراد، هو لاحظ انه برشا ضحايا في الحرب مش لاقين الرعايه الصحيه اللازمه ولا الاسعافيه، مما نجر عنه انه برشا اصابات وبرشا موتى. على كده جت الفكره هذه عام 1859 لا 63 1859 اللي هي صارت الحرب سولفيرينو. اي هو بعدها تأسست اللجنة هي اللي هي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تأسست عام 17 فيفري عام 1863 بالضبط. وقتها من وقتها بدأت الحركة مشات للعالم كله. فهمتك. وتوا باش نخصصوا وقتاش تأسس الهلال الأحمر التونسي. الهيئة الوطنية التونسية كانت في الحرب العالمية الثانية موجودة. بعد ولات فعالة سنة 1956 7 أكتوبر بالضبط، وولات منضوية تحت الحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر سنة 57 6 مايو. نحب نعرفوا شو مبادئ الهلال. المبادئ نتاع الهلال الأحمر والصليب الأحمر، خاطر احنا الحركة عالمية وكل شيء، هما 7 مبادئ. نبدأ بالإنسانية، عدم التحيز، الحياد، الاستقلالية، الوحدة والعالمية، وأهم حاجة هي العمل التطوعي. وش ننتقل للسؤال الآخر اللي هو ما هي البرامج ذات الأولوية للهلال؟ والله احنا عندنا 6 برامج في الهلال الأحمر، منها العمل الاجتماعي، منها الإسعافات الدولية، الصحة، إدارة الكوارث والحد من خطرها، الشباب. أظن مجالات نخدموا عليها بحكم الظروف اللي نعيشوا فيها وكل شيء. هي العمل الاجتماعي هو أكثر حاجة قاعدين نخدموا فيها. براتيكمون كل جمعة نخدموا 3-4 أيام في العمل الاجتماعي. العمل الاجتماعي مش مربوط كان بأنشطة مثلا احنا نصنعها. ساعات عباد تلقى هذا بحال يحب يأتي لله، يحب يعطي فلوس صدقة يعطيها للهلال الأحمر، عنده دواء فاضي يعطيه للهلال الأحمر. في المجالات هذه كل تلقاك أنت خاطر عندك باز الدنيا، عندك عائلات معوزة، عندك عباد تعرف شكون تعطي بالضبط. على كلاش العباد تعطيك لك أنت. نحبوا نعرفوا شنو هما الفورماسيون اللي يوفرهم الهلال الأحمر للمتطوع أول ما يدخل. هو أول حاجة يعرفوا بالمبادئ تاع الهلال الأحمر، ويعرفوا بالخدمة تاع الهلال الأحمر هذه كحركة أولى، باش هو يعرفوا وين بالضبط، وأسبه هو باش يتمشواش مع التفكير نتاعو، ما يساعدوش إنه يكون مع المبادئ هذيك. هذه حاجة. وعندنا مجالات احنا الفورماسيون بتاعنا فيها مجالات، مثلا كيما نقولوا مجال الصحة. في وقت الكورونا مثلا تعلمنا كيفاش نستعمل الجهاز بطريقة سليمة، كيفاش تلبس اللبس هذيك كامل تاع المحافظة باش تحافظ على روحك، من الماسك للغون كل شيء، حتى الجيلية كامل. حملات توعوية لا دي فورماسيون دي فورماتور من وزارة الصحة يجيو يعلمونا كيفاش تستعمل الحوايج هذه بطريقة سليمة، خاطر احنا كنا اون كونتاكت مع المرضى في الكورونا. وصلنا في الشباب ما تخرجش من دارك مريض كورونا، احنا نجيبوا لك القضيه نتاعك الباب الدار، ولا ناخذ منك فلوس ولا ناخذ منك شيء، بعدك نفهمك كي تصح ان شاء الله نحكي. هذه حاجه كيفاش تعمل مع العباد هذيك، خاطر لازم مثلا في مجال الإسعافات الدولية عندنا انواع للفورماسيون، فما درجه اولى درجه ثانيه، فما في وسط مجموعه. هذه بتاع الفورماتور من الهلال الاحمر، مثال في اداره الكوارث والحد من الخطر، هذه جانب من مجالات الهلال الاحمر. اداره الكوارث والحد من الخطر هو بحر كبير. لا قدر الله في الكوارث، لا قدر الله في
الكوارث الطبيعيه لا قدر الله، في النزاعات المسلحه، هذه كلها تدخل تحت الكوارث. فما مجالات كبيره برشا. نعطيك حاجه بسيطه برشا نبداو به، مثال بي اس بي بريمير سيكور بسيكولوجي، انك كيفاش تتعامل مع انسان هو في حاله فوضى، معناها هو في حاله خوف، في حاله فزع كبير. هذه حاجه بسيطه من اداره الكوارث. ومثال عندنا اداره الشباب، عندنا في الشباب مجال من المجالات الهلال الاحمر نخدموا عليه، انه مثال كيفاش الكوميونيكاسيون، خاطر احنا نتعاملوا برشا مع العباد، والكوميونيكاسيون هي اول حاجه في وسط المجموعه نتاعنا، كيفاش نتعاملوا مع بعضنا، كيفاش نتناقشوا، كيفاش نحاوروا، كيفاش نحسنوا من الخدمه نتاعنا بعضهم طرق علميه تكون خير. واخر فورماسيون عملها لنا صحفي نزار بن حسن ربي يفرج عليه، هو ضرب في مريض ربي يفرج عليه. والفورماسيون زاد حتى كيفاش تعمل مع المجموعه البرة، مع احنا نسموها الجمهور، كيفاش تعمل مع الجمهور، كيفاش هو مثلا ساعات مش الناس الكل تقول مثلا راهو عندنا خوف في رمضان كذا كذا، عادي يقول لك انت قلاب باش ندخلك ما نعطيكش اللحم. يعني نتعرض لها برشا الحاجه هذه، نتعلم كيفاش تضبط نفسك. انت مش تطلب من روحك، انت تطلب لك المحتاج هذاك، عليك علاش تسمع وتحاول تدي من روحك، وما تروحش وتخمم فيها زاد الكلمه دي. لازم تزيد تحافظ على روحنا، خاطر الفورماسيون هذوما يعلمونا كيفاش انت زاد تكون كالم، ما تروحش ستريسي وتبكي وما عادش نجي الى الاحمر ونيت فيه السب ونيت شنو. هذوما حاجه من الحاجات تعلموها في الشباب. عندنا مجالات اخرى كما الصحه كما حكينا عليها كل شيء، حتى كيفاش تقيس الدم، كيفاش السكر، هذوما كل مع تجيو زاد كيف خاطر معنا اطباء ومعنا انفيرميي وحتى ناس حقوا زاد السبيطار زاد مش يقصرش اللي يجينا. فما حوايج جديده مثلا كيما لي كونسنتراتور دوكسيجين، كيما هذوما حوايج جدد يسمعوا علينا نتعلموها زاد. وهل فورماسيون مجانيه؟ الاغلبيه مجانيه، الاغلبيه. اما فما كاين فورماسيون ما تكونش مجانيه، مثال كيما الاسعافات الاوليه. انت باش تاخذ شهاده باش تكون وراء مقابل رمزي، بصوم رمزي على الاخر. بنعطيك مثال انك انت تكون تلميذ ومخالطه معنا في الهلال ب 15000 معناتها صوم رمزي على الاخر. صوم رمزي يناسب العباد الكل. بارابور اني عملتها في الحمايه المدنيه، ومشكورين زاد جماعه الحمايه المدنيه. الفورماسيون تاعها في الاسعافات الاوليه بركه 260 دينار، في فيها الاطفاء وفيها الاجلاب 300 دينار، وكلهم بتباع سيرتيفي يكونوا تاخذ الشهاده نتاعك بعد. تفشي ظاهره الهجره الغير نظاميه اللي هي خصوصا للافارقه، معناها كيفاش قاعدين تتعاملوا مع الظاهره هذه؟ والله ظاهره الهجره غير نظاميه هي بالطبيعه اول ما يتعامل معها هو الحرس الوطني، خاصه الحرس البحري يعلمنا له هو دخل مثلا سفينه ولا انقذوا سفينه خطر ما تكون فلوكه غطست. يعلمنا احنا نكونوا او نعملوا بي اس بي الميسكور بسيكولوجيك، نتعاملوا معهم نهدوا ونفهموا انه في امان وراهو لاباس وكل شيء لاباس. خاطر علاش ساعات تلقى فاهم شكون خوه غرق بحذاه، تلقى شكون بحذاه صار ضايع، تلقاه بحاله هستيريه موجودين. اول حاجه نعمل بي اس بي معاهم، بعد نحاولوا نوفروا لهم الاعاشه، ومام طون يكون الولايه هي مثال كي بداو طالعين من القطب التونسي العامره من صفاقس من الشابه وكل شيء. فما اجراء امني بسيط احنا نعملوا الاجراء تاع الاعاشه والبي اس بي ويسيبوا ارواحهم، هيك القانون التونسي يشيح. كي بداو جايين من ليبيا ولا من مصر ولا غالطين في الثنيه، وما كانوا ماشيين ليبيا ماشيين سامحني القطب الاوروبي، وقلت في زيت الفلوكه ولا حاجه وصلوا لتونس. الولايه تتصل باللواء المنظمه العالميه للهجره، المنظمه العالميه للهجره تتدخل هي المره الاولى معاهم، وبالفعل الى نحن في المجال تاع الصحه والاعاشه. واللواء تكفل خاطر لازم تهزم المراكز اللواء يقعدوا فيها مده بين 7 و 15 يوم حسب الظروف تاع البلاد. مثلا في كورونا قعدنا 15 يوم خاطر لازم نشوفوا مريض ومش مريض وكل شيء، ودوروا منهم مرضى. نعطيك على التجربه هذه، خرجت هجره من زواره متجهه لايطاليا بفلوكه فزت بعد 5 ايام فوق البحر، وفيها 103 من المهاجرين، فيها 64 بنغلاديشي، فيها 14 مصري، فيها 11 سوري، فيها 5 من السودان و5 من الصومال. جابوهم من المركز تاع استياف، خاطر ما عندناش في المهديه مركز تاع ايواء تابع المهاجرين. عملنا معهم بي اس بي، خلينا نومرهم، خلينا كذا شي يلبسوش ما يلبسوش. اليوم كفت بالكوتيريه بالاعاشه تاعهم وبالمبيت نتاعهم وباللبس وكالدودورون وطونت فريز والحوايج هذيك الكل. وحنا قعدنا معاهم المده هذيك 15 يوم. تبرعات موجوده من قبل والا عملتوا حمله ولا كيفاه؟ هذه طول احنا ما زلنا صرفناش حتى شيء، ما جبنا حتى شيء بالزاد البشري الى لا.
اليوام هي تتكفل بالماكله بتاعهم وباللبسه بتاعهم والحاجه دي كل. احنا مثال قبل ما تجيب اليوام وكل شيء عندنا في الستوك شويه مثلا صبابط شويه كبابط حوايج فاضيه. لبسه خاطر جاو في حاله خايبه برشا انه برشا بلل ومده طوال عليهم. فاهم شكون مريض بجرب فما شكون مريض بكورونا في الوقت هذاك. تعاملنا معهم حسب الظروف نتاعهم. قعدوا 15 يوم بعدنا. في الحالات هذه هم ساعات تلقاهم مهاجرين يحبوا يطلبوا اللجوء. واللجوء يفرق بين السياسي بين الاجتماعي بين عرش. وقتها هي الايوام تتصل بالمفوضيه الساميه للشؤون اللاجئين. تجي تحكي معهم تعمل معهم مثل انترفيو صغير. انت علاش وصلت لهنا؟ انت شنو تحب منا باش نجمو نعاونوا؟ مثال فما دول لك في عندهم حروب عندهم نزاعات مسلحه في بلادهم ولا حروب اوتوماتيكمون ياخذوا ما تعطلهمش. مثال مصر لا، مثال تونس لا، مثال ليبيا فاهم نزاعات مسلحه، السودان الصومال فاهموا نزاعات مسلحه، السوريين كيف وقتها تمتعوا برشا مثلا بنغلاديش لا طيب ما عندهمش مشاكل في بلادهم. السبب نتاعهم هو اجتماعي اكثر توفر لهم هي بطاقه اللجوء لمده معينه وتوفر لهم زاد كيف مصروف يكون شهري منه كري ومنه مصروف باش ياكلوا باش حسب العدد نتاعهم. مثلا نذكر عائلات السوريين كانوا عزوز عائلات. هذا هو. فهمتك يعطيكم الصحة على العمل اللي تعملوا فيه بالرسمي. معناه كيف نقولوا الهلال الأحمر نقولوا جهود الإنسانية حاجة باهية تعملوا. هذا واجبنا وكل واحد راهو تحط في البلاصة دي كان هو يحب الحاجة ديك وإن شاء الله ربي يقدرنا فيما خير. آمين ربي يوفقنا. ربي يحمي البلاد ويحمي الناس الكل إن شاء الله وما نوصلوش نتدخل في حاجات خايبة. إن شاء الله. كان تحكي لنا على الأنشطة الدورية اللي يقوم بها متطوعو الهلال. الأنشطة الدورية نتاع الهلال الأحمر بصفة عامة خاصة في تونس. مثلا كيما عندنا داخلين في خفة رمضان إن شاء الله في نسختها السابعة. مثلا عندنا العودة المدرسية كيف عندنا الحملات الشتاء. عندنا مثلا احنا في الشابة نحكي لك عندنا الختان الجماعي كل ليلة 27 في الشابة نعمل ختان جماعي والعدد ديما قاعد يزيد. بدينا مثلا 3 صغيرات ولا 5 ولا 6 كل عام يزيد أكثر العدد. عملنا وخدمنا 12 صغير. هذا الأنشطة الدورية معناتها نزيدوا عليها ما ينقصوش. ونحبوا نعرفوا قداش عندنا اليوم من هيئة جهوية ناشطة في الجمهورية التونسية. على عدد الولايات التونسية 24. أكثر هيئة ناشطة خاطر فما هيئات ما همش ناشطين. بصراحة ندخل مثلا من ولاية تونس ناشطة فيها هيئات محلية ياسر ناشطين كيما رادس كيما حتى سوسة زاد كيف ناشطة بالباهي وصفاقس زاد ناشطة بالباهي. هذوما أكثر الولايات وعندك قبلي زاد كيف ناشطة بالباهي. هذوما الهيئات الجهوية اللي ناشطين وبارزين أكثر في الفترة دي والفترة السابقة. وبالنسبة للشاب احنا الحمد لله يا ربي قاعدين ناشطين ولاباس علينا وقاعدين احنا عاملين كل تحدي كل عام لازم يكون خير من فوق. ديما كل عام يكون خير من فوق والحمد لله قاعدين ننسوا في النتائج. كما نعرفوا اللي تونسي للتونسي رحمة فهل فما إقبال من تونسي للتبرع؟ كما قلت انت تونسي رحمة وبرشا ساعات تريح حاجات توجد تلقى عباد زواوله بالحق تتبرع خاصة في المساعدات لفلسطين. لاحظنا برشا عباد بالحق احنا نعطيو فيها في المساعدات في الايامات العادية هي اللي تجي تتبرع لك. وفي كما قلت انت مثلا الانشطه الدوريه مثال كل شيء برشا عباد ولات هي تنسس علينا قبل مثلا احنا مثلا خاطر رمضان نبداو قبل بشهر هي تكلمك قبل بشهر تقول لك شنو عندنا سنين قداش باش تعطي قداش تحب قداش كذا ولات برشا عباد تجي ولات هي تخدم. نحكي على الشباب بالطبيعه وهذا ما صاير في اغلبيه الولايات نتاع الجمهوريه الكل. شو هما الصعوبات اللي تلقاو فيها باستمرار؟ اغلبيه الحكم عندي برشا علاقات مع برشا هيئات محليه وخاصه جهويه. المشاكل الوحيده برسكا انه المشاكل الماديه اولا والمشاكل في المقرات. عندنا مون كبير في المقرات. نعطيك الماديه مثال لو تجي خفة رمضان عباد باش يعطيك مساعدات لخفة رمضان تصرف الفلوس هذيك في خفة رمضان. ما تنساش انت عندك كري عندك اداريات عندك تنقل عندك برشا حاجات هذوما يتكلفوا فلوس. عندنا اجتماعات هذوما يتكلفوا برشا فلوس. وهذا من جهودنا الخاصه كان نحاولوا ندبروا المتطوعين مع بعضنا. مثال نعطيك الهيئه المحليه نتاعنا بالشباب فيها 200 غير شويه فيها 187 متطوع مع بعضنا كي نعملوا كولكت ونحاولوا نخلصوا المصاريف هذه والمصاريف الاخرى كما قلت لك من العباد يعني كما كان.
المشاكل تاع المقرات، مش الناس كل مش الهيئات المحليه كل قادره انها تشري مقرات ولا تكري مقرات، هذه سبب لنا اشكاليه. في هذا الكل سي عبد اللطيف شاركوا وين معناها؟ هو عندنا هيكليه معينه، عندنا هيئات محليه، عندنا هيئات جهويه، وعندنا الوطنيه. الهيئات الوطنيه مش تدخل في حكايه كيما لوكال ولا كيما تمويل، خاطر التمويل مثال انت كهيئه محليه كل شيء تحضر تقرير الادبي نتاعك تقرير المالي، فما نسموه احنا بالتمويل عمومي، تصب الدوسي نتاعك للبلديه في المنطقه هذيك ولا في الجهه هذيك وهي تمولك. معناها حاجات كيما كيف ما نجمش تكون الهيئه الوطنيه مركزه فيها برشا. الهيئه الوطنيه فاش ما تعاون، فما عندنا مساعدات نجي لجيل تونس مثال، نعطيك بار مثال شركه كبيره نتاع جريد تجي بلش تي تعطيها لك المساعدات هذوك، تفرقت نتذكرني ولا تعملها وجاوني 50 جرايه وفرقت مع الليست حقها، يجيوك مثلا كوفيرتات، يجيوك سر، يجيوك واش كيما كاين، هذوما تفرقت، هذوما هما المساعدات اللي تجيك من الهيئه الوطنيه ولا من الهيئه الجويه عن طريق الهيئه الجويه بالطبيعه، ما يجيوكش ديريكت. هذا هو. اما المساعدات الماليه ومساعدات ولا الليل وكوك وكل شيء ما نجمش هي الهيئه الوطنيه، هي ان شاء الله تكفي مصاريفها وتكفي انشطتها. وهل فما هيئات تحلت معناها تفككت؟ أكيد يصير عذر، مش هيئات كل متفاهمين ومش هيئات كل تكون عندها نفس الروح وكل شيء، خاطر علاش هو شنو القانون الأساسي بتاعنا؟ الهيئة تتمثل من 10 من الناس، أقل من 4 الهيئة منحلة ديريكتومون، وتصير مشاكل وكل شيء وتتحل الهيئات وبرشا مرات. نعطيك مثال، الهلال الأحمر في الشاب دخل 2013 حتى شيء ل 2015 ل 2020 ممكن 4 ولا 5 هيئات اللي هي مهمات 3 سنين هي كل شيء، معناها مفروض أقل الساعات في العام مرتين 2 هيئات، يصيروا مشاكل سبحان ربي يتحل من 2025 من 2020 حتى شيء تو هيئة واحدة. أنا كنت شديت رئيس الهيئة في 2020 حددت 3 سنين وحسيت روحي نحب نخدم على روحي، خاطر الهلال الأحمر ياخذ برشا وقت من ناحيتك ومن فلوسك ومن جيبك ومن ناحيتك الخاصة ومن كل شيء. حبيت كي انسحبت شوية قلت خلينا نشوف حياتي وكذا، والهيئة تو ماشي وما تحلش ان شاء الله وباش تخدم على روحها وتسير مونتاج المؤتمر نتاعها وتعدي مونتاج نتاعها في مونيتا. علاش؟ خاطر فما جروب سوليدار. في هذا الكل هل فما اقبال للعمل التطوعي معناها؟ بالطبيعة ولينا شادين برشا جماعة، علاش؟ خاطر يراوك برشا تخدم في الميدان، يحبوا يتطوعوا يحبوا يساهموا يحبوا يشيخوا على الدوسار هذا، يشيخوا على الخدمة نخدموا فيها. على كارش يجوانا برشا صغيرات احنا مش صغيرات سورتو من 13 حتى شي 15 مع هو قانون اكثر فئه عمريه. اي ديجا احنا عملنا من البورسنتاج 20% ل 40 فوق، عندنا برشا متطوعين فوق ال 40 وفما شكون واخر 3 عندنا من الامن، عندنا من كي تبدا موجود دائما في الميدان وكل شيء العباد بالاشتراك وسورتو لي جون اللي كيف يحبوا يتطوعوا معاك وبرشا اصحاب كي يحبوا يدخلوا معاك. كيفاش ندخل معاك الهلال، كيفاش ننخرطوا معاك، نحب نمشي معاكم عندي كرم نجم نعاونكم، تحبش نعاونكم في الاداره هذيك، تحبش نعاونكم نجيب لكم من السوق الفلاني، برشا عباد تحب تتطوع تنخرط معنا. باهي اني كشابه كيف نحب نتطوع شنو الاجراءات اللي نقوم بها ولا باش شنو الاجراءات؟ احنا عندنا جانب قانوني مثال انه ما نجمش اقل من 13 عام من 13 عام فما فوق نجم يكون معنا منخرط في الهلال الأحمر. ثاني حاجه ما يكونش عندك انخراط في السياسه، ما تكونش منخرطه نافذه في السياسه اللي هو تابع المبادئ الحياديه والاستقلاليه، هذوما كل باش يضربوا المبادئ هذه. علاش ويتمس اي مبدا من مبادئ الهلال الأحمر تولي ما عادش تخدم الهلال الأحمر. وعلاش خاطر تبدا حاجه في السياسه تولي حمله سابقه الاوان ما يجوز يستغل في برشا حوايج اخرى، رغم اللي ما يكون نيته صافيه هو انه الحق يحب يعاون العباد، اما اللغه ما يجوز وجه بارز في السياسه ما يجوز يكون معنا في الهلال. هذا هو كيفاش يكون يمشي لاقرب هيئه محليه ديالو ويقترح عليهم انه يحب ينخرط معاه ويشوفوا اسكو قال من 13 ولا فما ضمان ابوي فما برشا اجراءات اخرى. وش شوف عمر 13 صغير شويه معناها مش خاصنا احنا كان صغار كل يدخلوا للعمل هذايا وخاطر علاش الهلال الأحمر يهيئك حتى نفسيا تكون فاعل في المجتمع. بعد كي يولي يخدم ولا يولي سوسيال، خاطر الخدمه نتاعنا تخليك سوسيال وتخليك تنجم تندرج في وسط المجموعه وكل شيء، وهذه حاجه باهيه تساعد. و13 عندنا صديقتنا مثلا مريم هي عمرها قداش عمرها فوق 14 عام وهي معنا في الهلال الأحمر تو ما شاء الله هي عضو في الهيئه. أكثر فئة عمرية موجودة معنا؟ أكثر فئة عمرية موجودة بين 15 و 30 يمكن.
يعني الشباب. الشباب. حاجة باهية. وما عندناش حتى مشكلة مع الفئة الأخرى لا فوق 40 لا فوق 40 ولا تحت 15. على ضوء الأحداث اللي صايرة في غزة، ما نجموش ننكروا دور الهلال في جمع التبرعات وإيصالها لأشقائنا في غزة بالتحديد، بالرغم الصعوبات اللي كانت متمثلة في برشا حاجات كما تعرف أنت معناها. هل ما زالت التبرعات قائمة وشنو زاد الصعوبات اللي لقيتاها؟ والله هو احنا بدينا الحالة متاعنا تاع مساعدات فلسطين يبيع الهلال الأحمر ما عندوش الإمكانيات هم باش يوصل المساعدات للقطب تاع الدولة الفلسطينية والغزة على علاش رئاسة الجمهورية هي اللي عملت اجتماع وعملت لجنة ومنهم الدكتور عبد اللطيف الشابو كان هو ممثل الهلال الأحمر في اللجنة هذه إنه كيفاش باش تكون الخدمة وكيفاش باش أعطانا مثلا دات معينة مثال احنا نقول لو كان في أكتوبر إنه تكون المساعدات باش توصل باش تكون في المطار باش تطلع. علاش هي الهيئة الوطنية بعثت لنا الهيئات الجهوية والهيئات الجهوية بعثت الهيئات الوطنية باش نخدموا الحملة دي تاع المساعدات وعطتنا شنو نوعية المساعدات خاطر هي بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني بالتحديد في غزة خاطر هما عندهم مستلزمات في الوقت هذاك يستحقوا الأمور الطبية شبه الطبية المواد الغذائية بنواعها وخاطر مش كيما الماكلة نتاعنا احنا مش كيما الماكلة نتاعهم نسقنا حاول النسق وحاول نوضع اسكو تو ميزلنا ولا لا. احنا الدولة التونسية مش مغمضة عينيها تعرف اللي هو مثلا تو في مصر فما باركينج فيه آلاف من الشاحنات تستنى علاش هي ما بادرتش منها تلمد المساعدات مرة أخرى باش تبعث رغم اللي نعرفش إنه في المستودعات نتاعنا مازالت مساعدات ولا ينجم يكون مازالت عندنا مساعدات من الحملة الأخيرة باش تبعثها مرة أخرى هذا في صورة ما الدولة التونسية تحب تعاود تبعثها. أما حاجة باهية إنه معناها الدولة التونسية دخلت في يعني في العمل نتاعكم باش تعاونكم اكيد حاجه هذه اظن احنا مكملين الدوله والدوله تحاول تعاوننا زاد في برشا حاجات احنا مش نعطيك مثال في برشا حاجات انه نستحق مثلا كمية البلديه ونستحق حاجه تابعه الدوله المقصود يعاوننا خاطر احنا في الاخر احنا نعاونوهم وهم يعاونونا وفي الاخر الكونسيبت نتاعنا كل شنو نمثلوا في الاخر نمثلوا تونس والهلال الاحمر يمثل الانسانيه والدوله التونسيه هي تحب تتعاون في الكوتيه دي في الكوتيه دي وشكون عندها الهلال الاحمر عنده باز مدنيه وعنده متطوعين اللي مش يعاونوا في الحاجه هذه وهذا هو. شنو تقول للعباد اللي واخذين فكره غلطه على الهلال الاحمر ديما يسمع الهلال الاحمر يقول لك معناها كما قلت انت ما توصلوش الامانه تصرفوا في الفلوس شنو تقول لهم نحبوا نصلحها الفكره نقولوا الباب محلول الهلال الاحمر يجي يتطوع معنا وشوف بعينيك يفهم اللي هو برشا عباد تضحي من وقته وتضحي من حياته وتضحي من جيبه انا باش تفرح غيرها برك انما مش والهلال الاحمر صعيب باش يكون هو مصدر تاع سرقه ولا صعيب برشا الا يقول الحديث هذا يقولوا يا جماعه الباب محلول ومرحبا بك كل شيء موجود على عينين العباد واللي يحب مرحبا به في كل وقت وتقارير الادبيه والماليه موجوده ديما ومنشوره ديما. كما نعرفوا جاي عيد دونك بديتوش تحضروا في حاجه للعيد هكاك احنا ديما موسم رمضان بين كله نبداو بحمل خفض رمضان بعد كي ليله 27 زاد كيف نعملوا في الختان جماعي مثلا عملنا مره كسوة عيد لما برشا عباد تحب تعطي تساوي كل شيء ولا تحب تعطي تطلع الفطره نتاعها زاد كيف نحكيوها بالعباد بالطبيعه كما كنت نحكي لك بكري ننسقوا مع جمعيات اخرين وننسقوا مع المعتمدين مثال عندنا الكشافه التونسيه في الشابه ديما كل عام تعمل هذه كسوة العيد وتعمل حاجه اخرى اللي هي خاطر كشافة فيها فئات عمرية معينة في رقم يسمى كشافة ومرشدات أشبال وزهرات مثال فرقة المرشدات عملاها ودمجوا بينات بعضهم كي شوية فلوس وشيء شو ألعاب وعطوها للعائلات الصغار مع العائلات المعوزة هم ما عندهمش باز دوني هم ما يكونوش على الحاجات هذه احنا عندنا باز دوني كل عائلة شو عندها صغيرات شو عندها كذا وعاوننا في الحكاية دي ونعاونوا احنا مثلا في العيد ركزوا برشا مع الحماية المدنية مع الاستعجالي مع مراكز الشرطة بانواعها والحرس كيف هذوما ناس مسيبين صغارهم مسيبين عيالهم ولاهين يحميوا فينا ولا في السبيطار ولا في الحماية احنا نمشيو لهم ونحاول نكونوا معاهم وننزلوا مكتب من ربي وكل شيء ونكونوا معاهم ان شاء الله. يعطيكم الصحة. وباش نخدموا هدرتنا بعبرة اللي هي في شكل سؤال باش يجاوبنا عليها السي فهمي مبروك ما هي أهمية العمل التطوعي في بناء شخصية الشاب خاصة؟ هي العمل التطوعي هو يبني شخصية الشاب هذا حاجة متفاهمين فيها برشا وإنه يعطيه زاد مهارات بما كانت إنه أول حاجة الساعة يتعامل مع المجموعة اللي هو فيها كما حكينا بكري خاطر هذه حاجة مش سهلة إنه برشا تلقى ما يفهموش أكثر من 2-3 من الناس ما عادش يتفهموا كي أكثر من 5-6 من الناس ما عادش يتفهموا
هذه حاجه تخليه يتعامل مع برشا من الناس وما يلقاش حتى اشكاليه، خاطر علاش يلقى فرض فكره، فرض توجه، فرض هدف. حاجه اخرى يخليه يتعامل مع المجتمع بانواعه، خاطر احنا نتعرضوا لبرشا فئات عمريه وبرشا خلينا نقولوا الوان، مثلا مش نكون من جمعيه اخرى، من جمعيات اخرى، نكون من اطراف سياسيه، مش نكون ادارات. يخليك باش يعرف باش يتعامل. مثلا الشباب زاد يخليه يعرف الاساليب الخطابيه، يعرف باش يقعد مثلا في اجتماع، يحترم اصحابه، يستنى وقته، يجي في الوقت منظم، هندامه منظم، عنده اهدافه يسطرها. دخل احنا في كل اكسيون ولا في كل نشاط معين نعملوا بلان داكسيون، عندنا طريقه كيفاش نخدموا. هذه ينجم نتعاونوا حتى في حياته الخاصه. باش يبني دار، شنو لازم باش يبني دار؟ لازم فلوس بشويه بشويه، لازم بلان، لازم رخصه، لازم كذا. احنا نعملوا في كل حمله نعملوا بلان داكسيون، نعملوا اهداف معين، وعندنا من الخطوه الاولى حتى شي الخطوه الاخرى نعرفوا نقيموا فلوس، نعرفوا نقيموا في الاخر. هذه حوايج تبني له شخصيه الشاب وتخليه انسان فعال، والساعه تخليه يعرف برشا المجتمع. راهو الانسان يكون يخدم ينشط المجتمع مدني، الانسان نجم يلقى صعوبه بعد كيف يخرج للمجتمع، يكون اجتماعي. في ختام حلقتنا نحب نشكر سي فهمي مبروك على قبول الدعوه، نورنا بحضوره ونور المتابعين بافكار جديده. فما برشا ما عندهمش حتى خلفيه على الهلال الاحمر التونسي وشنو يعمل. عندكش حاجه تحب تقولها؟ اول حاجه نشكرك انت على الاستضافه ويعطيك الصحه. اول حاجه حبيت نشكر المتطوعين كل اللي في الهلال الاحمر التونسي، كل من الصغار للكبار، المسيرين مش مسيرين، كل يعطيهم الصحه وربي يبارك لهم في الشيء اللي يعملوا فيه. ثاني حاجه زاد حبيت ان شاء الله توصل تحيه لزملائنا في فلسطين وفي غزه بالتحديد، ربي ينصرهم وربي يعاونهم. نحكي على زملائنا الغادي، ربي يعينهم يتعدوا بظروف صعيبه برشا، وعندنا برشا شهداء تعداو من الهلال الاحمر. احنا مستعدين زاد لاي وسيله كيفاش نعاونهم. تتاح لنا الفرصه ان شاء الله ما ندخلش عليها. نحب نقدم تحيه لمتطوعي الهلال الاحمر في قطاع غزه، ونحب نقول الله يرحم الشهداء وربي يوفق البقيه. وصلنا لختام حلقتنا من بودكاست هدرة وعبرة. استناونا في حلقه جديده مع ضيف جديد في مجال جديد، وخليكم ابديتد واعملوا فولو. باي باي. باي باي. وفق الشهداء شنو؟ لا قل يرحم الشهداء من أعضاء موفقين صايروا. جزوا ربيهم.